زهقت من كل يوم هتاكلوا ايه هنطبخ ايه. قلت لهم بقى النهارده انا هفاجئكم وهسيب لكم البيت وهخرج. طبعا هقضي اليوم بره مش هقعد معاكم النهارده، صرفوا نفسكم بقى وشوفوا هتتغدوا ايه. فاجئوني بصراحه وعملوا احلى اكله الكل بيحبها بصراحه. ما اكدبش عليكم، وكمان يعني فاجئوني بحاجه كمان ان هم صوروا الاكل اللي عملوه. بجد حاجة حلوة خالص، يعني لما ما اقفش كده في المطبخ كتير وما تعبش نفسي وكمان ما صورش والاقي الفيديو جاهز. المرة دي بقى بصراحة الفيديو مختلف، حاجة كده يعني حاجة فعلا تفرح، يعني من غير وقفة مطبخ ومن غير تعب ومن غير تفكير الاقي كده الفيديو جاهز والاكل جاهز. لا بجد حاجة جميلة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايب قلبي في قناتي قناة حياة توفير مع اسمها محمد. إن شاء الله يعني هنعرض معاكم فيديو جميل جدا كده النهاردة وكمان مختلف. الأكل بتاع النهاردة يعني ولادي كده اللي وقفوا المطبخ وبنتي هي اللي عملت الأكل، بجد يعني مش عارفة بصراحة. قعدوا كده مع نفسهم يفننوا، هما مش بيحبوا يدخلوا المطبخ أصلا، بس النهاردة بقى يعني حبوا كده يفاجئوني. يعني انتي هتخرجوا وتسيبينا؟ طيب احنا هنعمل أكل وهنغديكي كمان منه. فكان عندي مشوار كده، يعني كان يوم طويل بصراحة، يعني خرجت كده من الصبح، قعدت لحد يعني برّه لحد حوالي بعد المغرب والّا حاجة. طبعًا رجعت ما شاء الله لقيتهم عاملين يعني غدا كده حاجة جميلة خالص، والأكلة دي الكل بيحبها ما بيختلفش عليها اتنين، يعني كله بيحب الأكلة دي، من أجمل الأكلات وأسهل الأكلات. فهُم بقى كده فنّنوا مع نفسهم النهارده وعملوها بقى، يعني بنتي عملتها على طريقتها. يعني زي ما أنتم شايفين، جابت صينية حطيتها على النار وكانت طبعًا مجهّزة الفراخ ومجهّزة الخضار اللي هتعملوا عليها. فحبِّت بقى كده إن هي تعمل شيف وبدأت تصوّر هي وأختها، فوقفت كده يعني حوالي ساعة تسيّح في السمنة اللي هي بتعملها الأول، وبعد كده طبعًا بدأت تنزل بالفراخ. لا بجد يعني فعلًا الواحد يعني قلبه يجمد كده عليهم ويسيبهم، ما شاء الله يعني هينفعوا. بصراحة يعني هاقول لكم إيه بقى، ربنا يخلّي البنات ويبارك فيهم. بصراحة اللي ما عندهاش بنت ما عندهاش حاجة خالص، ما اكدبش عليكم. فالبنت في البيت يعني زي الوردة، زي هاقول لِك إيه، كل حاجة حلوة في الحياة بصراحة. ربنا يبارك في كل البنات ويبارك في ولادكم كلّهم يا رب. ما شاء الله يعني لمّا تخرجي كده وتجمّدي قلبِك، فإيه بقى تلاقي بنتِك طلعت لِك بحاجة كده. أنا بصراحة يعني هُم مش بيحبّوا يقفوا المطبخ كتير، بس يعني النهارده بقى يعني هُم سدّوا كده ووقفوا يعني وقفة رجالة وعملوا الأكل بتاع النهارده. لا وبنتي بقى يعني شافت كمان في الوقت اللي إحنا فيه الجو غالي، فلمّا جابوا الفراخ قال يعني خلاص بتوفّر لي بقى وحطّيت لي الرجلين كمان. ما فيش مشكلة يا جماعة هنعمل إيه يعني، مش هنقول لها أنتِ عملتِ كده ليه، خلاص اللي حصل حصل. بس المهم إن الأكلة بتاعتها بصراحة طلعت جميلة برضه. يعني هي بعد ما سيّحت السمنة حطّت قطع الفراخ، يعني ادّتها صدمة كده يعني، وبعدين قلبتها وبعدين نزلت بقى بالتوابل بتاعتها اللي هي عبارة عن ملح وفلفل أسود بس، ما حطيتش حاجة غير كده. هي كده يعني الفراخ بالبطاطس كل ما بتقللي عدد التوابل كل ما بتكون بصراحة بتاخد طعم الفراخ، بتبقى طعمها جميل جدًا. عاوزة تزوّدي بقى يعني بهارات وكلام من ده ما فيش مشكلة. أنا كنت ممكن بس أحط يعني رشة كمون بسيطة، بس يعني دايمًا باعتمد على الله في الأكلة دي، إن يعني هو الفلفل الأسود، باحط كمية كبيرة من الفلفل الأسود، ممكن شوية شطة، ممكن شوية بابريكا والملح وخلاص على كده. بس هي يعني حطِّت ملح وفلفل أسود بس. الأكلة بتاعتها بصراحة طلعت برضه يعني طعمها جميل، ما فيش يعني اختلاف كتير. وبعد ما شوّحت الفراخ شوية زي ما أنتم شُفتوا، حطِّت عليها شوية بصل، شوية فلفل أسود وشوية ملح، يعني سابتها شوية على النار، وبعد كده حطِّت بقية الخضار على الفراخ زي ما أنتم شايفين. وبعد كده طبعًا هتدّيها يعني التسوية بتاعتها نُص يعني التسوية كده على عين البوتاجاز، وبعدين بتاخدها على الفرن. وبالمناسبة هي حطِّت مكعب مرق دجاج كمان، علشان هُم كانوا عاوزين فيها يعني شوربة كده يعني شوية، يعني مش عاوزينها ناشفة خالص. وكانت عاملة طماطميتين كده في الخلاط كمان، يعني هُم طماطميتين 2 بس مش أكتر من كده، يعني علشان تعمل كده طعم وشوربة وتبقى الشوربة بتاعتها حمرا شوية. هُم حبّوا يعملوها النهارده بالطريقة دي، كل حاجة متقطّعة، يعني مثلًا الطماطم
مش عصراها في الخلاط، هي عاملة كل حاجة قطع، يا دوب بس عملت طماطميتين بس في الخلاط ما فيش أكتر من كده. وزي ما إحنا شايفين هي بقى بدأت جابت كمان شوية شعرية وبدأت إن هي تحمّرهم، يعني الرز بالشعرية ده بيبقى طعمه حلو أوي مع الأكلة دي. يعني تحمّر الشعرية، يعني تحط كده شوية زيت وممكن قطعة سمنة، بتدّي ريحة جميلة جدًا للشعرية برضه، وبعدين بتحمّري الشعرية، يعني هنعمل رز بالشعرية النهارده. المهم إن الأكل النهارده من إيد بنتي، يعني بصراحة حاجة كده يعني حاجة تفتح النِفس، حاجة كده تفرّح، دي لوحدها كفاية. يعني لمّا تقعدي كده أو تخرجي أو كده يعني وتقضّي وقتِك وتقضّي ظروفِك وفي نفس الوقت ترجعي تلاقي الأكل جاهز، في بعد كده فرحة يا جماعة؟ لا طبعًا. اعملي صينية البطاطس بالطريقة دي على فكرة برضه بتبقى طعمها جميل جدًا، يعني سواء الخضار والبطاطس وكل حاجة والطماطم وكل حاجة قطع، أو عاوزة تعمليها في الخلاط طماطم برضه ما بتفرقش كتير، بس بصراحة الأكلة دي يعني بتبقى لها يعني مذاق كويس كده ومذاق خاص زي ما بيقولوا، بجد بتبقى حلوة جدًا. يعني صينية البطاطس لمّا بتعمليها كده بتبقى طعمها جميل جدًا. طبعًا زي ما إحنا شايفين زوّدت الرز وبعد كده سابته يستوي على النار، وبعدين طبعًا كانت صينية البطاطس قرّبت إن هي خلاص تاخد السِوَى بتاعها كلّه، يعني خلاص كده كانت مولّعة الفرن وبعدين دخّلتها على الفرن، يا دوب بس تاخد شوية كمان، وبعد كده بتاخد لون بقى وخلاص بيكون الأكل بتاعِك يعني خلاص كده يعني بدأ إن هو يخلص، إن أنتِ خلّصتِ الغدا بتاعِك. يا ريت بقى تفرّحوها كده وتعملوا like للفيديو اللي هي عملته بإيديها، علشان بصراحة يعني هي بتقول لي التصوير مُتعب لازمته إيه وبتتعبي نَفْسِك، قُلت لها بصراحة يعني هي حاجة أنا حاباها، سواء يعني في من وراها فايدة والّا كده مش مشكلة، دي حاجة أنا حاباها وهاوياها فما فيش مشكلة. فطبعًا قالت لي: "طيب خلاص ماشي أنا عملت لِك فيديو أهو بقى علشان ما تزعليش، يعني أنتِ سِبتينا النهارده وإحنا عملنا غدا جميل خالص أهو، يالّا نزّلي الفيديو ده بقى أمّا نشوف هيجيب لِك لايكات كده ويجيب مشاهدات والّا لأ." قُلت لها: "نَفَسِك معانا إن شاء الله، أخواتنا وحبايبنا اللي بيدخلوا يتفرّجوا على الفيديو بتاعنا أكيد إن شاء الله يعني هيقدّروكِ كمان ويعملوا لِك لايكات كتير والمشاهدات هتبقى كتير بإذن الله. يالّا اعملوا لها لايك بقى كده وما تزعّلوهاش علشان حتى يعني تفتح نِفسنا بدل ما الواحد كده متضايق يعني كل اللي حواليه بيقولوا يعني مثلًا إيه لازمتها إيه القناة، حاجة مُتعبة على الفاضي." فرّحوها بقى كده وفرّحوني معاها. عاوزة بقى منكم لايكات كتير كده للفيديو علشان تحس إن هو فعلًا يعني حاجة حتى يعني تفتح النِفس، بدل لا في مشاهدات ولا في لايكات ولا في اشتراكات ولا أي حاجة خالص. يالّا بقى نفسكم معانا كده وعرّفوها إن اليوتيوب ده يعني حاجة كويسة. يالّا بقى كده خلاص ده الغدا بتاعنا اللي بنتي عملته النهارده، بجد يعني غدا كده حاجة جميلة جدًا، وكلّها حاجات سهلة وسريعة، يعني مش هياخد منِّك وقت ولا عاوزين مثلًا تنظيمات من قبلها، لأ أنتِ يا دوب هتجيبي الفرخة بتاعتِك وهتجيبي الخضار، ما فيش نُص ساعة هيكون الغدا بتاعِك كلّه خلصان. يالّا بقى كده خلاص الفيديو بتاعنا خلاص خلص، عاوزين منكم بقى لايك وشير واشتراك في القناة، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.